السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. عندكم ناس كحل وصوب يدي مرش حالتي حالة. يا رب يا سيدي، معلش. في ناس تعتب فيا واجد، ما تنوضش ما تتحركش ما تدويش دو فارغة. خلينا نبدأ لكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة باش نبدو متفقين وماشيين في طريق صحيح. الخانب راهو خانب، والزاني زاني، واللطي لطي. ولو في آية في القرآن تبرر للركوب عند دبر، فمعمر القذافي راه شهيد، لو ان الله يغفرها. لاني ما قريتش في القرآن حد يركب على ناس من دبر والله عز وجل غفر له، ولا ريت حد سامح حد ركب عليه، ولا حد سامح حد رفع مرته. فسبحان الله، آية في القرآن الله عز وجل يقول ما تشوفوش لجوزات غيركم اللي متع الله بهم بشر ثانيين. هو شاف. حرم الله ركوب على الدبر وهو ركب. حرم الله السحر والشعوذة وهو خش على السحر والشعوذة والأفلام الهندية. فهذا كلام لازم تحولوه من راسكم. اللي يبي يوقف يتحدى الله عز وجل ويتحدى سنة نبينا ويتحدى كتاب الله، أنا ما عندي منديل لك يا أخوي. أنت ماكش مسلم، لكن أنا رجل مسلم. أنا معمر القذافي فديتها بروحي، وحتى لما تخلوا عليه كلهم احنا صبينا معه ما سيبناش، لأن عرفنا الضلال اللي كان فيها من الحاشية اللي كان حايطة به كلهم. الحاشية بما فيهم صديقات صفية والكبانية نتاعها، العصابة نتاعها، كبانية السيد شو اسمها سيف الإسلام. وعلى فكرة سيف الإسلام عندك واحد انت تاع المطعم الصيني اللي في قرقارج، اللي قاعد تو في ماليزيا وماسك الرز البسمتي الورفلي، وكيل الرز البسمتي، بالمليارات الفلوس بسم الله ما شاء الله. ضحك عليك انت يا راس مزير العرق، ضحك عليك انت. شو اسمه هو قنونة زبطة يا سيف، يعني عارفك تسمع فيا، لا عارف يوصلوا لك كل شيء. قنونة هذا قال لي معمر خربها، معمر الله لا تسامح الله لا تربحها خربها، فروخ ونساوين. وعندي معلومات قال لي نعطيها لك، ويا اخي مش هيك بس يا سيف، وراس رواسك عرض علي مبلغ كان يعرض عليه واحد من صغار عمك يبيع شلاتيته مش يبيع بوه، وعرض علي كاميرات واستوديو ودنيا غبره. ومش هيك بس، وخرجتك من شعر بيت، وعندهم حتى راديو، قناه تاع راديو، وعرض علي اني نخدم فيها، ومن هنا من هولندا. لكن احنا مش طالع عليه باش نشوه بوك، لا. انا مش طالع باش نمسح بوك لطال، لا. انا مش طالع باش نحشري بوك لوحه، لا. انا ما حشيت لا لوحه ولا شيء. بوك حشالنا اللوحه 42 سنه. فلذلك اللي كانوا مع بوك رهيبات التوريات، بما فيهم الفاسده الكبيره اللي اسمها هدى بن عامر، وبما فيهم الحاشيه كامله اللي مشت في مصر من ابناء عمومتك، اللي بنتها كانت اسمها صفيه غير اسمها، واللي بنتها اسمها عيشه غير اسمها. برا تفرج على كتيبه العائله نتاعهم وشوف تغيير الاسامي. واللي كانوا عندهم وصغار اولادهم كلهم كتبوهم سموهم المعصم، بما انهم بدوا يعبدوا في المعصم. وخليني نزيدك من الشعر بيت، خو سهل الشريف فرخ الفاسد هذا اللي بيع قومات المشلن المصاريت في بدايه الثوره، وقف عليه واحد من الشياب الكبار في سرت، لقاه في قهوه، قال له معمر خربها، المعصم اشرف وارجل منه. الشيخ رد عليه رد الله يسامحه وخلاص، رد عليه رد قال له يا فاسد، المعصم نتاعك مات عمره 40 عام وناض ابو حاكم ورايس وعليكم السلام، لكن معمر دار 27 عام عمره، لا عنده جيش ولا عنده كتايب ولا كتيبة المعتصم ولا شي قفارة ولا رئيس أمن قومي ولا أمن هايك. فلذلك معمر القذافي كان هو عز ونصر قبيلته ونصر ليبيا معه، قام علم ليبيا دي مفيش حد يقدر ينكرها. لكن طيحة معفنة، طيحة بنجاسة وبساخة. معمر القذافي لا قهره ناتو ولا قهره حد. معمر القذافي قهروه علي كيلاني وبلاد الفقهي واسماعيل الكرامي والطيب الصافي وعلي بوجازية ومبارك الشامخ وهدى بن عامر وبنوية المحمودي، الشلة الفاسدة اللي كانت معاه، ومبروك الشريف. الشلة الفاسدة اللي كانت معاه هي اللي دمرت بوك، وانت واحد من الناس اللي هلكت بوك وهلكت ليبيا، مش غير هلكت بوك، هلكت ليبيا في نفس الوقت. المهم خلينا نكملكم باقي القصة، لأن 20 دقيقة بنسكر اللايف. طبعا
حكيت لكم قصة علي الشفط لما قال معمر يفعل فيه وكذا وكذا. وطبعا الموضوع بعدين زاد عن حده إلى حد ما حصلت الكارثة اللي في استراحة العتعت لما طاحت امبريتا ورمت على الفاضي. الامبريتا طبعا لما تطيح منك كل التأمين تحت تبدأ مفتوحة ترمي، تبدأ مجموعة الأقسام مسحوبة ترمي بروحها اوتوماتيك. طلع معمر القذافي والسيد عبد الله منصور ليش شو ما لابسين حتى حاجة، أكيد لا كان يكمل يدلك فيه. زيت الديك الساعدي وزيت تليك السعدية اللي هي جوزة السيد كابتن البحر هانيبال، وهذه بروحها تبي حلقة بروحها، لأنني عمري ما سمعت في نيك المحارم. أنا قلت لك بالعربي نيك المحارم، مش زين المحارم، نيك المحارم، لأن هذه ما تقدرش تقول عليها زين المحارم واحد يركب عليه مرت ولده، مرت عبد الهادي، مرت سهل الشريف، هذه كلهم لعب فيهم بكراع كلب. لدرجة أن القذافية الشريفة اللي تعيط تقول لا يولعوا فيها النار في حوشها ويقول الحوش ركبت في نار ويظلم ضاربينها بالرصاص، وهذه شهادة يشهد عليها العصر يشهد علي الله عز وجل. هذا كلامكم انتم اللي ما حضرتاش، هذا كلام ضنا عمك اللي عايشين بملايين الفلوس الليبيين الآن برا، ضنا عمك اللي هتكوا عرض اللجان الثورية والحرس الثوري بنية الحرس الثوري اللي برا. فلذلك يا سيف الإسلام يا سفيه الإسلام، لما تبي تتكلم عن الليبيين بتقول عليهم شعب همجي وبتقول بلطجية في الشوارع بالسلاح، فكر من اعطاهم السلاح، راس السلاح قبل يعطيه حمد. فرقت انت يا موسخ في الشوارع، وفرقوا اخوتك يا موسخ في الشوارع، وباع حسن الكبير، وباع جمعة المعرفي، وباع اسماعيل الكرامي، وباعت الأجهزة الأمنية بالكامل سلاحها في الشوارع. هذا من غير اللي انشق فلان انشق علان انشق علان انشق فلان. يعني إلى عند 2011 وانتم قاعدين تركبوا في السيارة تلعبوا في الذهب، وانا طالع عندي في مظاهرة ضد الناتو، لاني ضد الكفارة هم، لاني اعرفهم عمرهم ما حبونا ولا يحبونا. ما دام نتكلم باللغة العربية وما دام نقول رسولي صلى الله عليه وسلم محمد وانا مسلم، عمره ما يحبوني، وهذا بكتاب الله. لكن انتم والله غالب مش مسلمين وما تعرفوش الجو هو. وطبعا هذا ما توحاش كل اللي عاتق الليبيين، انك انت بروحك يا سيف الاسلام درت اتصالات مع الكونغرس ودرت اتصالات مع البيت الابيض ودرت اتصالات مع مجلس اللوردات ودرت اتصالات وما خليت مع من اتصلت وما خليت مع عرض من عقود من قواعد عسكرية أجنبية داخل ليبيا في سبيل أنك تبدأ في الحكم تقعد في الحكم. وما تنساش يا سيدي الفاضل أن كرفاخ قاعد حي لما أنت أعطيته الرسالة، كتبت الورقة وماشي لقناة الشبابية وبتعزل بوك على السلطة. لذلك لا تعيرني ولا عايرك، الهم شايلني وشايلك. الفرق بيني بينكم أن لاني زامل ولا أنت عزوامل، ولا نزاني ولا أختي قحبة، وأنتوا عارضكم على الطاولة الزكورة ونحن نعرف تاريخها نعرفه وتو نزلوا لها كل شيء وبتصوره وابن جنبلاط قاعد حية. فلذلك راهي متزمرة عندي لش لتيت وانتوا زبتوا ركتوا الليفيلو. وبالنسبة لأخوتنا المقارحة حتى هم يعني تخششت الموضوع في بعض. عبد الله السنوسي لا نمر أسود لطاقته، عبد الله السنوسي أوسخ من خلق ربي عز وجل، واحد ديوت وفاسد وزاني ولوطي ومتاع فروخ وبغل، ولا مش عارف حتى الكحل طلعوا فيه مثل في العفسة هذه، أنا ما فهمتش قصتها كيف. هذا عبد الله السنوسي هذا النمر الأسود متاعكم. حتى بنويته اللي نعتبرهم فارسات ونستأذن ونتأسف منهم جدا جدا، بالذات سارة اللي نتأسف منها. وكانكم رجالة يا مقارحة رجبتوا حق بنت عبد الله السنوسي اللي لوحها ود المنصوري كلب المسخ في الشارع في مصر، وما خلى ما هتك عليها وما خلى ما قال فيها، في الأخير يقول عليها بنت العبد. والله مشيت وشدته ود الكاسح اللي جابها بدلة عربية مسخة بجلبية ما يسوي قرش، اللي قاعد يسكر في مصر ويقول له العبد الفانك فلقنا وفلق المقارحة. وكانكم تريس يوم جاكم عبد الله وقال لكم نبي في مقاطركم طلعتوا معه، مش لوحتوا في الكناسة، مش هربتوا خليتوه في المجمع قلتوا له امشي قود خلي القدادفة يدافع عنها. عبد الله لما جاكم يدافع على ليبيا مش يدافع على القدادفة ولا يدافع على المقارحة ولا يدافع على حد. لكن سبحان الله حتى اللي يفيق بكري، لكن هم فيقوا ديما مؤخر. والان عبد الله السنوسي شنو تحسبوه مش برا يا الليبيين فري ما يقدرش يطلع، راه قدر تو يفتحوا له الباب يطلع كان بيطلع. لكن عبد الله السنوسي يوم بيطلع يوم بيطلع سابها راس كروسكم يقعد بحرسه طلع بالسدي عمره ما يشمه. وكانوا طلقوه هذاك التو نسلكم ثوره حقانيه، هذاك التو من فبراير تمت بحة، هذاك التو انكارا يبدا يردوه فوق فيسبا، لان جرائم القتل اللي شاهد عليها عبد الله السنوسي وعبد الحميد السايح. لكن شو بنقول لكم، شعب تافه، شعب حقير، شعب واطي، شعب ماليش اي لازمه. على فكره انا حساب روحي على اليوتيوب، لكن طلع البرنامج هنا
بنمسح الفيديو التسجيل هذا من هنا وبنرجع على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معاكم مجنون ليبيا نور القاسح.